السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اليوم جيتكم بواحد الموضوع، ما هو موضوع مهم، يعني هو بالنسبة ليا. مانيش راح ندير لكم فيديو تاع الخياطة، ولكن راح نهضر عن موضوع حساس صراحة. الموضوع هو وش انها واحدة الظاهرة استفحلت في بعض الخياطات صراحة. نهضرها ونعاودها، وكاين عبالي اللي راح يغيظهم الحال. المهم كاين الموضوع هذا انهم سبحان الله تلقاها تحكم القش تاع الناس، تحكم قش عندها القش ما شاء الله، ربي يزيدها، احنا ربي يزيد كل واحد وربي يبارك لكل واحد. ولكن تلقاها تحكم القش تاع الناس، تزيد تجيب لها واحدة اخرى تزيد تحكم لها قدورة تاعها، وتخلي تاع هذيك تخلي تاع الاولى قادرة واحدة تعرفها تفصل لها قبل الناس، وقادرة قادرة الأخرى مثلا اللي ما تعرفهاش ياسر تخلي لها خدمتها هي الأخرى. أنا نقولهم يعني الإنسان لازم يحكم عقد جهده. مثلا تروحي كاينه خياطات تروحي لها عندها لاتيلي، تدخلي تقولي لها مثلا، تقولها اني حابه اني مزروبه بالقندوره، تقول لك الله غالبه يا اختي سمحي لي انا وسيني عندي القش تاع الناس، كل واحد وبيته. وكاينين لا كاينه وانا حايد تقول لك ها حطها، وتقولي لها مثلا اني مزروبه عندي بها طريق، ولا عندي بها عرس، ولا عندي بها مناسبه، تقولي لها زربي لي اني مسحقيتها، تحطها وتنساها تتركها تخلاها وكأنها ما كانش. يعني صراحة أنا آخر مرة تلاقيت واحدة شكات لي من خياطة، قالت لي شوفي كيفاش دارت لي القندورة تاعي، عطيت لها قندورة باه تخيطها لي باه تزرب لي بها، لا فين كونت قالت لي خيط فصلتها وخلتها. وش معناها فصلتها وخلتها؟ فصلتها باش كي ترجع مولاتها باه تداها تلقاها فصلة تسكت، تقولها راني فصلتها لك سي بون ما عندكش وش حتى سما، هي جهة كبيرة باش تهدر. ايبا هذه اللي شكات لي من الخياطة، قالت لي حطتني مانيش راح ندي القندورة، قالت لي والله هزيتها كيما كانت